ماشي. الله عليكي بقى، معاك ممكن مهندسين اقول حاجه صوت. ثانيه، نسكت 3 ثواني بعدين تسقف عشان يبقى ماشي. تراهني على كام ان فاطمه عدت في خيالها 1 2 3. تمام. يا جماعه النور رجع اخيرا. فين تليفوني؟ ايه اهو تليفوني ايوه اهو، عشان ما البتاع. تقلقش معايا. مش ماشي. مش نسيت. حافظ أنا كنت كده. عشان انا حطيت النوت ورايا صح؟ ايه ده؟ انا الليب جلوس محطوط هناك. تمام. ما احسن. هو انت حاطه كام ليب جلوس النهارده؟ 6 مرات 7 واحنا بنظبط طبقات السيت اب. ما هو عشان هو بيتسال فبحط تاني. هو اصلي يا بنتي ده بتاع ساندرا، ده مش ميبلين نفس الليب جلوس. هي غالبا بعد ما الميبلين مقاطعه. ايوه مقاطعه، افتكرتك بس جايبين قبل. الله سقفه الفرينه بس عشان المقاطعه دي معلش. مش عارفه. ما انا برضو مش راضيه. هو احنا مش ما المفروض لسه بدأنا؟ بدور. هو احنا المفروض ننجز عشان ممكن عادي. مش هنقول بقى، مش هنقول، مش هنحرق عشان أيوة، انا على اصلا ما بجمعش في حد بره. في حد بره. في حد ثانيه، في حد بره. الحلقه دي هتنزل قبل دي اساسا. انتوا بتقولوا ايه؟ في حد كام يعني بره؟ كان بره. احنا عملنا كده المره اللي فاتت، الناس ما عرفتش دي الحلقه الكام، العبث اللي احنا عملناه ده. اهلا بيكم في الحلقه كده، دي هتبقى السابعه. ما بنعدش يا جيمي. يلا انا كنت في الحلقه الجديده. اهلا بيكم في تاني حلقه من شهر يناير. دي اول حلقه الاولى دي الثانيه. يخرب بيت كده يا جماعه، ازيكم؟ حلقه جديده. عاملين ايه؟ هابي نيو يير. هابي نيو يير يا جماعه. عملتوا ايه السنه اللي فاتت؟ مبسوطين في السنه الجديده؟ احكوا لنا انجازاتكم واحكوا لنا هي كانت سنه حلوه ولا لا. لا وبس احكوا لنا نصيحه افتكر وعايزه. لو قلت ان هي سنه مش حلوه، اقعد كده 3 دقايق افتكر كل حاجه حلوه فيها. ولا حاجة. افتكر ان لا اكيد هتلاقي. لا ما لقيتش. إنك هو احنا مثلاً- ثانيه، هو احنا مش حاجه حلوه في حياتك وانك حسب السنة دي؟ بدات. لا انت بالذات لا. انتوا فاطمه مش حاجه حلوه في حياتك؟ لا حلوين. خلاص كده يبقى في حاجتين لا. حلوين. دي حاجه اهو. ايوه بالظبط، انت هتلاقي حاجه حلوه فنبطل. لا بقفل موبايلاتنا في الشغل. خلاص اسيبه. بطل اخذ دور الضحيه. ايوه هي لقيتها مره واحده فصلت فقلت انا. ده سيشن لايف كوتشنج ببلاش. ايوه. ايوه ده حقيقي. اسيبه لما يرن والبتاع يبوظ محدش يتضايق. طب يعني ما حدش دلوقتي عارف. لا هو هتبقى الحلقه نزلت فهم يبقوا عرفوا اصلا ايه دور الضحيه. تمام. يا جماعه ما تنسوش النهارده هيتم الاعلان عن الفايز، او هيتم الاعلان يوم 13 ولا يا جماعه اصل احنا بنصور حلقه قبل حلقه، احنا اصلا دلوقتي في شهر 12 2023. الاي كيو بتاعنا ما ينفعش يقعد يعمل كده. 12 حرفيا، فاحنا مش قادرين عشان نجمع. يوسف عنده امتحانات بعد كده واحنا مزنوقين زي لا هي الكلاب. بتتلكك. بصوا، هو مش السبب فيا خالص بس ماشي. هو احتمال بعد كده يعني هنبقى عارفين فعلا، ويوسف هيعمل اديت للحته دي. النهارده ممكن يكون الاعلان عن الجيف اواي وممكن لا. وممكن لا. احنا لسه ما وهتابع قررناش للآخر يعني، بس هو هيبقى وهنعرف. جاي ان شاء الله. هو المهم انه لو ما شافش الحلقه اللي قبل دي يشوفها. هو احنا عايزين نقول حاجه بس، ان احنا لحد دلوقتي اصلا ما اعلناش على الجيف اواي. يعني احنا الحلقه بتاعت اعلان الجيف اواي ان في لسه جيف اواي ما لسه ما اتصورتش. اتصورتش. على بس يا توزيع الجيف اواي قبل ما نعلنه. عشان يوم 13 يناير فالفايز هو تاني ماشي. بقى واحد الفايز هو. لا 1 2 3 أيوة. وكلنا مره واحده. 1 2 3 فالفايز هو ولا ايه؟ ماشي. زي الفل. خلاص بس بس انت ما عملتش كده. عشان تعملها كات لو طلعت. معلش ممكن تبقى تحط جليترز بس عشان انت ما حطيتش ان انا أيوة. تحط جليترز. افضل قراءات 2023 عشان ننجز وندخل في الموضوع. اللي بيقول من مستعجلين ساعة ما عملت مستعجلين وهو قاعد بيرغي على اللي جلد. بيتعدل في الالوان بقى بيعمل كده. عشان طبعا ده لود كبير. افضل قراءات ايه؟ 2023. الحمد لله. عشان انا مش قادره اتخيل ان دي احنا الحاجة بقينا في الوحيدة اللي احنا 24. دي حاجه مرعبه انا جدا. مش عايزه استوعب الموضوع ده. انا لسه واقفه عند 2017، مش هقول لك 19، أصلاً؟ انا في 2017 لسه. 2019 الصراحه. بعد 19 دي غالبا ما حدش رجع تاني. عشان زي ما اصدق هو. ان انا بقيت 24 سنه. اي أو ثينك هبقى. برضو السنه دي واحده من داخلة السنين اللي 19. هيتقال عليها كده، ان احنا ما خرجناش منها زي ما يعني السنه دي السنة دي برضو هتبقى من حاسة السنين حاجات دي. السنه دي كانت طويله قوي وكان فيها كميه احداث. بس هي عدت بسرعه، بس تحسي الاحداث اللي كانت سيئه كتير بتحصل كتير. قوي. ده حقيقي الاحداث فعلاً. الحلوه برضو كانت يا رب كتير. تكون سمعتوا الكلام وما عملتوش حاجه من الهلس اللي ايوه ده حقيقي. ده حقيقي. طيب ندخل في الموضوع. ندخل في الموضوع. قراءات السنه. قراءات تحبوا السنة. نعملها كاتيجوريز وكده ولا مشاية كاتيجوريز. نمشيها كاتيجوريز ونسكت. يعني حد معاه بلاستر. نقفل نعمل ميوت لمايك فرينا. جماعه انا حاليا احنا يوم 25/12 انا في روايه 78. احنا مبدئيا مش هنقول كل القراءات. اكيد أيوة. انا هقول إحنا حاجات عجبتني. اكيد شفتي اكيد. ممكن اقول حاجه والروايات اللي انا قريتها ورشحتها في فيديوهات قبل كده مش هرشحها تاني النهارده عشان ما نزودش وقت وخلاص. فانت لو ما يعني شفتش اتبعتي للعتمه. حلو. فانت لو ما شفتش فيديوهات الروايات المهمه والفيديوهات اللي اتبعتي فاتوا للحتمه على ولا فكرة دي حاجة مرعبة. الثانيه اللي هي انت متخيل ان ان في لسه هننزل بقى في والأخرى. السواد تاني. واحنا هتجيب لنا باقي لسته السواد. هو انت ده كان لا. الوش القفص. ايوه بس المهم ان الاثنين دول ما جاوش.
لو ما انا شفتش خايفه اقول كده، انا لو خايفه. لو ما شفتش حلقه الترشيحات اللي فاتت بتاعت الروايات التاريخيه، الروايات المهمه كانت اسمها روايات مهمه، فارجع شوفها عشان كان فيها ترشيحات جامده قوي، وانا هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اعيدش اسماء الروايات. مناديل بقى كتير وانت بتتفرج. ممكن نخليها حاجات ما بنتكلمش عنها كتير، هي كتب بدل روايات. كتب يعني اللي هو ايه بقى؟ ما اصلا المسمى ده بلاش كتب مش كتب نفسيه، لا مثلا كتب رسائل، كتب عموما. ماشي. كتب نبدا في الكاتيجوري ده كتب، عشان الناس اللي بتقعد تقول لك ان الروايات مش مهمه برضو بعد الحلقه. ماشي انا اوكي. في كتاب مش عارفه هو نوعه ايه، انا اصلا الحته دهيت عندي احنا فيها راجع، انا فاهمه. بشكل اي حاجه، بشكل اي حاجه عامه في كل فيعني احنا ممكن نرشح حاجات في غير مكانها عادي. ممكن بقى تناولين البتاع لان انا مش انا هبقول لك هي ايه. رسائل الارمله التي تكتب الرسائل سرا، ده اسمه ادب الرسائل. لا بس هي مش بتكتب رسائل في الروايه، مش اوكي رسائل. تمام. روايه قصيره اعتقد، روايه قصص قصيره يعني. لا يا جماعه يلا روايه قصيره تحفه جدا لطارق امام، صغيره، والفكره ان هي نهايتها انت هتحس ان هي مقفوله، بس بعد ما تقفل الكتاب هتقعد كده اللي هو هي كان قصده ايه؟ ده احنا في ماكد دلوقتي بجد. ايوه هو طارق امام برضه، فلا تحفه مثل الافلام الساسكه يا عم. ما بعرفش اكتب، ما بعرفش اكتب. هي ازاي بتتكتب ازاي؟ السين الف زال جيم زال زال اسمها زال اصلا ده احنا بعاد قوي. زال جيم ت مربوطه. ايوه ذال مش زين. ذال. اوكي تمام. غير الزين. انا اكتشفت ان زين مش بتتنطق زين. انت عارفه احنا بنرشح كتب، انت فاهمه؟ انت مشكلتك كارثه منيله 60 نيله. ما انا مش مدرسه احنا ممكن نرجع عربي 6 ابتدائي تاني. لا 3 ابتدائي. عرفت الناس بتاخد رياكشناتي ورياكشناتك ليه وبتعمل عليها ميمز؟ ما كنتش لا افقه شيء في النحو حرفيا. على فكره انا لحد نحو دلوقتي إيه ده؟ مش بتاع ايوه انا ما بعرفش عربي اصلا كويس، مش على اساس ان انا بعرف انجليزي كويس او ما بعرفش لغه كويس، انا عندي لدغه حرف الدال. كمل اوكي يلا نرجع مرجوعنا للروايه. الروايه دي روايه قصيره تمام. اوكي تمام. مش عشان الكاتيجوري ده ما اعتقدش ان في حد يعني عنده حاجه فيه ده يبقى. طيب كتب ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. حاجه واحده. حاجه هي حاجه انا بس هفتكر بس اسم الكتاب. طب انا ممكن اقول كتاب هو كتاب عادي بس بيصنفوه قراءات تاريخيه، يعني الكاتب بيقول فيه الاحداث التاريخيه عادي وبعدين بيحب يحط صفحه يربط فيها الاحداث التاريخيه القديمه دي باسقاطات من وجهه نظره على حاجات بتحصل دلوقتي. حلو تمام تحفه. دي وجهه نظر تمام. فالكاتب ده او كتاب صغير برضو قوي من الكتب الصغيره، بس هو بيتكلم على غزوه حنين وبيتكلم على احداث حصلت جوه الغزوه مع شخصيات مختلفه. انا عارفه الكتاب اللي انت اللي هو يوم يوم حنين. انا دايما بحكي قصص منه بس هو يعني كتاب مش روايه. حلو. مفيش الكلام ده. فالكتاب ده بريكومند للناس اللي بتحب حاجات تاريخيه الصغيره اللي مش ممله اللي بتخلص بسرعه. طيب الكتاب اسمه رسائل مي صفحات وعبرات من ادب مي خالد، ده من ده الاسم لسه هتشرح يا نهار اسود. ما هو يعني هو اسمه طويل، ده من اصدارات دار الرافدين. الكتاب ده فيه رسائل كتبتها مي لناس كتير. مي زياده. انا في جماعه ممكن اقول بجد ان مي اكتر حد من الشخصيات القديمه اندر ريتد. هي مش توكسيك خالص. توكسيك والله عامه. هي هو بجد بتاخد دور الضحيه. لا معلش ثانيه واحده. مي ثانيه معلش احنا بندرس في المدرسه، الناس في المدرسه بندرس لادباء وشعراء قد كده، ما حدش الحاجه الوحيده كانت بتقال على مي ان كل الرجاله بيحبوها، ان هي الست اللي كل الرجاله وكل الادباء كانوا بيحبوها، مع انها مش عارف مين طه حسين وجبران خليل. طب ما طبعا انها جامده، انا مش فاهمه في المشكله. لا ممكن اقول هي ما حبتش غير بني ادم واحد بس، وهي عمرها ما علقت حد تاني. معلش انا يبقى لازم بقى تقري كتاب اللي انا حقيقي مش فاكره اسمه، بحاول اجيبه بس هو برضو كتاب بيحكي بقى الادباء كلهم نظرتهم لمي زياده وكلامهم عن مي. طب معلش انت كاتبه كتاب فيه رجاله، لا مش رجاله بس، وهي كمان رسائل من مي زياده نفسها للرجاله دول ورسائل من مي زياده. ما تبصليش لانها لسه مهزقانه. سوري بص لها معلش انا بحاول. لا مي زياده توكسيك بجد يعني
كانت فرحانه طب حلو الديبيت ده، الناس بقى في الكومنتس ترد تقول ثانية. انت تيم مي زياده ولا مش تيم مي طب ماشي، زياده؟ ممكن نسيب الحته دي على جنب. ماشي. انت اساسا معلش ان احنا كل الناس اللي عارفاها عن مي ان هي الست اللي الرجاله كلها بتحبها، او هي حبت كذا واحد او بتاع، مع انها هي اديبه عظيمه. انا كنت مستمتعه بالقصص بالرسائل سوري بطريقه مش هي طبيعيه. بتقيم الادب اللي بالظبط. بيتكتب مش حياتها الشخصيه. ماشي هي الادب بتاعها قشطه كويس اكيد طبعا بس هو هي معلش مدخله التكسكه بتاعتها في معلش الادب. ثانيه، معلش هي ده اساس ان ثانية رسائل واحدة بس، اي عرفت كاتب التكسكة. التوكسيسيتي بتاعتها، ده اساس ان اي كاتب ولا بتاع بره لما بيعمل كده حد بيهاجمه ولا حد بيقول له حاجه. عادي لو شفته برضو كده هقول ايه القرف ده بجد هو في كلمات ممكن تبقى انت مش فاهمها اساسا، اللغه كانت بتستخدم لغه تقيله بس هتفهم في المضمون. بس ده حلو ولو الناس اللي جاوبت عايزه حاجات فيها حاجات لغويه تقيله بس شويه. رسائلها مع اسمها بدايه العربيه، انا مش فاكره اسمها ايه بالظبط، بس اللي هي في البدايه كانت حلوه قوي قوي. الرسائل بجد كانت ممتعه، وانا شايفه ان هي ست اندر ريتد جدا، مش واخده حقها كأديبه اساسا. هي كانت اكتر جمله قالتها في الكتاب ان هي خايفه ان هي ما فيش حد نصفها، ان هي في بيروت اتعاملت كانها مجنونه. انت عارفه يعني انا مش هرد عليكي بجد اقري الكتاب بعد كده تاني افتحي بقك. قريت قصه حياتها وقريت رسائلها وقريت رسائل الناس ليها. نعم، اتمنى ان ياتي بعد موتي من ينصفني ويستخرج من كتاباتي الصغيره المتواضعه ما فيها من روح الاخلاص والصدق والحميه. حميميه. لا هي ح ميم ي ت مربوطه. لا هو ممكن يكون اللي كاتبها غلط عادي. والتحمس لكل شيء حسنا وصالح وجميل لانه كذلك، لا عن رغبه في الانتفاع به. ده كان حلم مي كلها، ان هي بس ان الناس تعترف بالحاجه اللي هي عملتها. سيبي حكايه التوكسيسيتي على جنب، بصي ليها كأديبة. الكود اصلا نفسها توكسيك، اللي هو قال ايه انا ضحيه جدا يا جماعه، اتمنى ان يلا يا فاطمه كتابك يا فاطمه. انا عرفت منها بجد. بدلوا مع بعض. هقول لك حاجه ثانيه بس بدلوا الاثنين مع بعض. هقول لكم حاجه لا الناس بقى في الكومنتس تدبيت في النقطه دي. ممكن في ناس تقنعك وفي ناس فاكره اصلا مين مي زياده. لا احنا في المدرسه ان هي كاتبه الكتاب التاني بعدين اتكلمي. الكتاب اللي انا عايز ارشحه هو كتاب اسمه من الذي حرك قطعه الجبن الخاصه بيه. هو الكتاب اللي هيجيبه هيلاقي ان هو 90 او 95 صفحه، فهتفتكر ان هو اصلا ما فيهوش اي كونتنت، بس بجد ال 95 صفحه دول فيهم قصه بسيطه اصلا بتتكلم عن فارين، والفارين دول هيعلموك حاجات كتيره جدا انت ما اتعلمتهاش في حياتك. يعني انت ازاي ايوه ازاي قصه على فكره فاطمه مستفزه النهارده. هيعلموك ازاي تتاقلم مع التغيير، ودي حاجه مهمه جدا لان في ناس زي اللي معانا قاعدين دول اول ما بيحصل عندهم اي مشكله يفضلوا يشيخوا فيها 50 60 سنه عما يحاولوا ان هم يتاقلموا معاها. جماعه انا مروح لسه نازل البنك. ايوه لا ما انا قلت لك ان انت اللي صيحها، انت اللي صحت النهارده. ايوه عشان ما تأقلمتش مع التغيير. النور قطع النور قطع الدقايق. واضح ان هو رتب ما استفدش منه حاجه. النحس اللي انا فيه ده يبعد عنكم. ما هو كلنا كنا 4 نحس، احنا كنا لسه بنبدا نصور الحلقه النور قطع. لا نزلت الاي تي ام قفلت عليا. انت عارف ان فعلا قفلت عليا مره نور، اول ما دخلت قفلت عليا مره نور، فانا بقيت ده حقيقي. في بيبرز كتير على الموضوع ده. بالحوار ده الفئران اكتر حيوانات بتتاقلم مع الوضع فعلا. فاطمه متاثره بجد بالميديكال فيلد اللي عندها في البيت. الجمله دي ما طلعش غير من حد كده. هو الفكره بقى ان الكتاب فعلا هيساعدكم قوي وهو صغير قوي فهيعجبكم. تمام. الفئه اللي بعدها نحط جريمه ورعب مع بعض، نحطهم الاثنين عشان في حاجات مش هتعرفي تحطيها هنا او هنا. طيب اتفضلي يا فيرو ابتدي. ممكن اشرح المريضه الصامته عشان كانت من احلى الكتب اللي قريتها في اول السنه. بعشقه. اخيرا ربنا كرمك. ايه ده؟ هو ايه السويتش اللي حصل ده؟ احنا لسه من 3 دقايق بقول للناس يفصلوا ما بينهم، دلوقتي بص ايه ده؟ هو ايه الشيزوفرينيا دي؟ انا كاتب عندك المريضه الصامته صح؟ حبيني شويه. لا انت كنت هترشحها؟ عادي. طيب خلاص يا جماعه هو انا ما قريتهاش تمام. يعني ممكن تقولي لي جماعه انا بجد بصي بريف. انا قلت بريف. بصي جريمه قتل بتحصل. هي فنانه، هي رسامه وهو مصور. هي ده اول صفحتين. هو في بيقتل برضه شغل مزيكا لا ولا ايه؟ في عارفه في يعني حياتين. انا عرفت انا عاملاها بريف. انا برشح الكتاب. انا اللي برشح الكتاب. صبرني يا رب. في جريمه قتل بتحصل بيتم اتهامها هي أوكي. الزوجه ان هي اللي قتلت. هي لمده 6 سنين بتدخل مصحه ان هي ساكته خالص
ما بتتكلمش. كل اللي عملته ان هي رسمت لوحه واحده بس بقى. فهمت، ما انا كنت لسه اقول ده اسقاط الاسم. تمام. لحد ما يجي دكتور قرر ان هو هيحاول يساعدها، تبدا بقى كميه بقى بقى حياتها الماضيه وحياه الدكتور الجديد اللي داخل يكلمها حاجه كده المزدوجه بين ده وبين ده. انا بحب الحاجات اللي بتلففني. بيخشوا يتكلموا مع بعض وازاي اصلا بيقنعها ان خلاص هي ترجع تاني تتكلم. خلاص ما تحرقهاش بقى. بقول لك ازاي يقنعها ان هي اصلا هو اقنعها دي ان هي تتكلم طفولتها. خلاص والبلوت تويست في الاخر رهيبه. هو انا قلت بريف، هو ده بريف؟ ده خلاص هتناقص. هي الروايه كام صفحه اللي انت قلتيه ده؟ لا دي معديه 300 ولا حاجه. اوكي بس بقول لك ايه، خلصتها في يومين. تمام، واضح انها هي مين اللي كاتبها؟ لا دي مترجمه. مترجمه بس الكاتب بتاعها كاتب كتاب تاني هقول ما لك. ترجمش تقريبا. لا اسمه اليكس. ماشي اوكي، يبقى دي من المترجمات برضو، الناس اللي بتحب المترجمات. هاتيها نازل ليها طبعا مشتركه مع الشروق، هي اساسا نزلت مركز الثقافي العربي، بس طبعا مشتركه مع الشروق، هاتي من الشروق عشان ارخص. اوكي ده الناس برضو دي تيبس اند تريكس بقى. تيبس اند تريكس. اكتب يا ابني. اتفضلي. رشحي جريمه او رعب. جريمه. ده اللي بيبقى قاعد في الفصل بيبقى سرحان. لا بس انا هرشح حاجه تاني في الكتاب تاني بس في الاخر. ماشي. هو في واحد احنا اعتقد قريناه مع بعض اللي هو صانع الظلام. ده يعتبر برضو جريمه. بس صانع الظلام قريته اخر السنه اللي فاتت. لا انا قريته السنه دي. طب انا ممكن ارشح حاجتين مختلفين. ثانيه. الحفل الاسود. الله. عايز اسال سؤال. هو بجد حلو. ايه ابراهيم. تامر ابراهيم. بس ما على فكره اقول لك حاجه، انا قريت له حاجات قبل كده كنت مقرره ان انا وبعدين جت صانع الظلام تحت ايدي غيرت رايي. صانع الظلام مش اجمد حاجه، هي حلوه. عارفه ليه عجبتني؟ عشان الاحداث التاريخيه اللي هو قايلها جوه. أيوة. وانا لفيت، انا اتسحلت معاه. انا احب اللي يسحلني. الجزء الاولاني، الجزء الثاني بقى انا ما اعرفش. انا معايا طبعا الطبعه كامله. طبعا كامله. ما انا عارف ايه، انا معايا الطبعه كامله بس عارفه الفرق ما بين اوكي الجزئين. الجزء الثاني انت كتبته ليه؟ كانت حلوه بجد، كانت حلوه وانت حشيت حاجات اللي هو انا شايفه ان في حته كانت كده، بس انا بالنسبه لي الرعب او الجريمه انت لازم تسحلني كده، تمرمطني معاك كده، ابقى قاعده بلف حوالين نفسي وانا كانت المرمطه الاخيره يعني اللي هو انا مش مهتمه. اوكي ماشي خلاص، انت فقدتي الشغف. طيب الحفل الاسود. الحفل الاسود لذيذ. يعني الفكره بتاعته في الاخر هتبقى فاهمها في النص، بس برضو في حيوانات ناس كتير قوي عايز برضو توصل انت عرفت خلاص مين اللي بيقتل، بس مش عارف هو بيعمل كده ازاي، ومش عارف اصلا حيوانات الناس التانية ليه موجوده. الحيوانات دي جامده قوي، خد بالك مفيش حد يعرف الجمع ده غير قليلين قوي يعني. زي انت قلتي زي زي دخل على الانجليش على طول. ما علينا. تمام. ايه غير الحفل الاسود؟ ميرنا المهدي بقى قضيه لوز مر اجمد من قضيه ست الحسن. لا كانت الاولانيه صح؟ أيوة. قضيه ست الحسن احلى بيه. لا ست الحسن دي اللي كانت 3 صح؟ لا يبقى لوز مر احلى. لوز مر احلى بعيدا عن تكسكت. والله يخرب بيت ام تكتكت. نوح مش توكسيك. نوح الواد يا عيني لو اي حد كان مكانه كان بيعمل كده، وكفايه طلعوا سمعه وتبوظوا سمعه الواد مش توكسيك. هو لمجرد ان انت بتحبيه طلع عليه سمعه. هو اصلا بجد يعني ما يدافعش عنه، ده يدينه اكتر. عارفه اللي هو قاتل مأجور واقف قدام القاضي وبيقول له انت قاتل مأجور، قال له لا انا معايا شاهد، جاب الشاهد ده قاتل مأجور. قاتل متسلسل برضه. ايوه طلع قلوب بقى. على فكره غالبا هتحبيه قوي كمان. قريبا ساحل الظلام. ده بتاع مين؟ هو اصدارات دون بتاع انا مش متذكره كده. استني هقول لك بسرعه. جودريدز. تمام. قريبا ساحل الظلام ده قاتل متسلسل مصري. وقريبا ساحل الظلام. سوري معلش. خالد امين. تمام. انا كنت قريت له برده حاجه قبل كده ما عجبتنيش خالص. كنت لسه هقول بس الروايه دي مستواها يعني الباقيين في حته. فكره ان في كاتب مصري يعمل قاتل متسلسل مصري بثقافه الشارع المصري واحداث الشارع المصري، دي بالنسبه لي فكره تكاد تكون مستحيله انها ما تقلش منه. بصراحه سهله. تمام. لا بس هو بصراحه ظابطها، في شخصيات كتير واحداث تلفي كده وراه، تتسحلي كده وراه، والنهايه بنسبه كبيره هتبقى غير متوقعه لاغلب الناس تقرا الروايه. انا عندي مشكله مع اخر كام روايه جريمه ان انا كنت بقى متوقعه البتاع من نص الروايه. لا دي فيها الواحد وبقى ابطال بتدشمل، وعشان انت بتحبي الدشمله والموت بصي في دشمله في الروايه دي للصبح، فدي ممكن تبقى جريمه بقى حلوه قوي. حاجه جريمه بقى او رعب. انا ما بقراش كتير رعب، انا ما بقراش خالص رعب. انا قرات بس هو كتاب لكاتب مشهور جدا عالميا كان من زمان بس ما عجبنيش فمش هرشحه.
انما جريمه انا قرات 3 مقالات روايتين جريمه هم قالوا عقليه ست الحسن، فانا هقول على دليل جدتي قتل الاولاد. مش هحرق فيها اي حاجه، تقييمها كان 5 من 5 ولا كان في اكتر من 5 من 5 بس. سلام. هتكلم تاني. هي غالبا في الاخر بس انا اقول لك حاجه، انا لو هصنف الروايه دي مش هصنفها جريمه. هي جريمه اجتماعيه. جريمه اجتماعيه اجتماعيه اكتر يعني. جريمه اجتماعيه. لا ما احنا مش عايزين انت عارفه بقى، انا بالنسبه لي اكتر حاجه كانت جامده ان هي الخضه اللي حصلت. طب لا استنى، في كتاب تاني كنت هرشحه جريمه. ايه ثانيه ما انت خلصتي. لا انا قلت لا، في يعني كتاب واحد تاني بس بس هسيبكم واحد. كل واحد يقول. قارئة الخطايا السبع دي من المترجمات بتاعة الدار العربي. الترجمة تحفة جدا، الكتاب نفسه تحفة. هي نفس حتة ان هو السيفن سينز اللي هو 7 خطايا المشهورة اللي الناس كلها بتقع فيه. هو انا مش عارفة، انا ما اتفرجتش على الفيلم، معرفش ليه علاقة بالفيلم ولا ملهاش علاقة بالفيلم، بس هو اهم حاجة بس الكتاب ده وانتوا بتقروه ما تاكلوش، يعني ما تاكلوش قبلها وما تاكلوش مش هتعرفوا تاكلوا بعدها. يعني في حته اسمها ايه الشره اللي هو الفجع الشره. اوكي ماشي. القصه كانت هو استنى اقول لكم بقى ليه دي الممتع فيها، ان انت ممكن تبدا بقى. هو الفصل متقسم، الروايه الكتاب متقسم 7 فصول، كل فصل بخطيه، وان انت ممكن تبدا الروايه من اي فصل انت عايزه. هو مختار رقم 7 قصد ولا جت مع حد؟ لا هي قارئة الخطايا السبع. ماشي تمام. ما هي الانسان عنده خطايا 7. اوكي الروايات بتدور احداثها في بلاد مختلفه. اوكي. ودي كانت بالنسبه لي اول مره اقرا الكاتب ده، ومن ساعتها هو بقى كاتبي المفضل، وهي باب الزوار للكاتب محمد اسماعيل عمر، دي من زرار دار العين. الروايه بتدور احداثها في الجزائر في الفتره بعد خروج الحمله الفرنسيه من الجزائر، وابتدت بقى تدهور الدنيا هناك، وابتدت ان هو يبقى فيه اسمها ايه التطرف الديني شويه والتطرف. الروايه ممتعه قوي بجد، حلوه قوي، خلصت في قعده. اساسا محمد اسماعيل عمر من الكتاب اللي هي بتكتب الحاجات، عارفه اللي هو سهل ممتع، انت حاجه بتفتحيها هوبا خلصت. انا خلصت له يعني سرقه الارواح، بس انا اي وود ريكومند باب الزوار اكتر عشان حبيتها اكتر. سرقه الارواح 400 صفحه ولا 300 وحاجه و90، خلصتها في يوم ونص ولا حاجه وانا بشتغل. انا بس عايزه انوه على حاجه، معدل فيرو في القرايه ده مش معدل تقيس عليه عشان ما تحبطش ويجي لك ريدنج. انا بس عايزه اقول حاجه، ان انا يعني شخص متخلف ممكن. انا صدمت الناس وقتها بجد. ما انا بقول لك ما تقيس عليها. عشان انا كان الفتره دي شغل جامد، فانا مش فايقه. بص عندها مبرر دايما، فاهم؟ المهم بقى هقول بس حاجه، ان انا شخص متخلف. انا في مره سبت، انا نسيت افطر. الناس كلها انا شخص متخلف بس كده. يا ريتها مذاكرتنا يعني ما كانتش بانت. لا انا ممكن انسى افطر واتغدى واتعشى واقعد على الروايه بال 14 ساعه ما بقومش وخلاص لو حاجه عجباني. ده اللي عملته امبارح. ده التكسكه، ما ده التكسكه. انا ما اصحى امبارح ده بس كان شغل. لا هو انا بنسى اكل في الطبيعي اساسا لما ببقى شغاله. التكسكه ماشي اوكي تمام. اتفضلي. انت يعني هي بتلمع، ربنا يستر. الاول الكويت. انا يا جماعه انا بعشق حاجه اسمها الكويت، ما رحتهاش قبل كده بس هموت واروحها. ما فيهاش معالم سياحيه يا رب فري عربي. انا بعشق الكويت. هي بترميه على فكره، خدي بالك ده همزه كده عشان ان شاء الله حد ياخد باله. في 1200 ممكن منهم يبقى في سريع عربي ولا حاجه. ما اظنش حد بيتابعنا معاه 5 جنيه احنا شخصيا مع ناس عشان احنا نفسنا مش معانا 5 ما تتكيش علينا قوي عشان احنا حالتنا صعبه. كملي. فالادب بقى الكويتي في حذاء اسود على الرصيف. هو اصلا كتاب قصير بس تحفه. يعني عارف، هو مش هيعرفك حوارات البدون وكده، لا هو اصلا انت عارف، يعني انت عارف الموضوع، فهو بيدخل اكتر في الموضوع. ويعني انا عايزه اعمل ريفيو على الروايه دي صحيح. المهم بجد الروايه تحفه، انتوا لازم تقراوها. الروايه صغنطوطه خالص 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 بس علي صوتك عشان انتي احنا تحفه. هي خلعتك بقى وانت بتمنتج كده. بعد كده بقى في ايه؟ السودان بقى. افتكرت حاجه ثانيه. اسمه ايه يا ربي؟ الغرق. ايوه ده تحفه. قالت ايه؟ حمور زياده. ايه بقى الحمور زياده؟ اما انا عارفه قريت له حاجه قبل كده. الغرق والكونج. وفي برضو ليه استني هقول لك. النوم عند قدمي الجبل اخباره ايه؟ عجبكم؟ لا لسه ما جبتوش. لا جبته بس لسه ما قريتهوش. عجبك؟ ما قريتوش لسه. انا بس عايزه اقراه له. الدراويش جبته برضه بس ما قراتوش لسه. بس انت فاضل لي كتاب واحد ليه. رشحي حاجه لحمور، اكتر حاجه عجبتك. الغرق. ماشي حلو. احنا فين؟
انا بفتكر الكاتيجوري وانا تحت، احنا رحنا السودان والكويت والجزائر في اول ترشيحين، انت فاهم. انا ممكن اروح برضو الجزائر تاني، الحته بتاعت شمال افريقيا وتونس وكده. بس الروايه في جزء منها كمان في اوروبا. خولة حمدي، ياسمين ابيض. انا حاولت اقرا الخولة قبل كده. انا عارفه، انا دايما في ترشيحاتي ليها بقول ان هي بجد طريقتها ممكن تكون ممله جدا لبعض الناس، تمام. بس قريت لها هقولك الكتاب اللي هو كان بدايته رسائل، غالبا اريني انظر اليك. عجبتني رسائل قوي، كنت مبسوطه اول ما بدات الروايه. يا ريت كنت كملتيها. لا بس دي واحده من اتقل الحاجات اللي هي كتبتها، يعني من ناحيه الادب والاحداث والوصف. هي افورت شويه في اريني انظر اليك، ده حقيقي. عشان كده ما تشتري. بس بجد ياسمين ابيض ده المفروض الجزء الثالث من السلسله اللي هي عاملاها بتاعت. مكمله معاها. لا ده انا قريت لها كل حاجه يا بنتي. دي لو عملت ليست شوبينج هقراها انا، انتش فاهمه انا بحبها ازاي. تمام. فياسمين ابيض ده كان الجزء الثالث. بتتكلم عن العرب اللي بيعيشوا في اوروبا بقى، فرنسا، سويسرا، الحتت دي، والاستراجلز المجتمعيه اللي موجوده، وفي حكايات عن مخيمات، عن لاجئين. بصي اي حاجات، اول انا عارفه كل كلمه هقولها هتفكرها في حاجه. تمام. بس عامه دي من الروايات القليله قوي اللي لما اقول ان الجزء الثالث بتاعها احلى جزء في السلسله، ودي حاجه غريبه جدا. يعني انا مش مش قادره مستغربه. اتخيل ان انا هفضل معاها لغايه الجزء الثالث. خدي بالك الجزء الثالث ده مثلا معدي 400 صفحه، فتخيلي الجزئين قبل كده، فانت بتتكلمي في توتال 1000 وحاجه صفحه. الجزء الثالث اجمد من الجزء الاول والثاني. يوسف شكله بائس قوي، اتفضل يا يوسف. يلا اسفي. يلا ترشيحك يا يوسف. ماشي، انا بالنسبه لي هنروح نيجيريا بقى. الكاتبه نيجيريه قبل ما تطلع، اوكي. قلت ان هي يابانيه، فاحنا بنلاقي ترشيح هي مش هو انا اللي قلت ان هي اصلا ده هي مش قلتي ترشيح. صينيه وانا قلت لا يابانيه. احنا حبينا. اوكي نيجيريا اصلا انت تمام قوي. نصف شمس صفراء يا جماعه، مش ساطعه، عشان انا كنت بتلخبط فيه. نصف شمس قلت صفراء. لها هو كمان متلخبط قوي. احنا ده شميل من الكتاب اصلا. لا ماشي، هي الكتاب اسمه نصف شمس صفراء، والكاتبه اسمها تشيماماندا نيجوزو اديتشي. والحمد لله بعرف اقرا الاسم، ان في ناس ما بتعرفش. ده حقيقي انت حفظته يا حبيبي، انت مش بس قلته، انت حفظته. ده بالنسبه لي مبهر يعني. ايوه، ما انا حفظته كده، ممكن يكون اصلا قراءته مش كده. لا هو ان شاء الله لو حاجه مختلفه يقول لي في الكومنتات. لو حد بيدرس نيجيري، لو حد عشان حد هيقول لي النطق تحت في الكومنتات ازاي يتصرف. يبعت لك فويس نوت على الانستجرام. ده بقى فويس نوت مبعوث. هو الكتاب بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن نيجيريا في فتره الحرب الاهليه اللي حصلت بين الناس اللي كانت في الشمال والناس اللي كانت في الجنوب. الشمال كان فيه ناس مسلمين، والجنوب كان فيه الناس اللي هم بتوع نيجيريا كانوا ملحدين غالبا. فبنبدا ان احنا بقى نشوف الصراعات اللي بتحصل بينهم وايه المشكله، وازاي مصر اصلا كانت مشتركه في الصراعات ديت، وكان ليها تأثير في الحرب ديت. وكانت في دول كتيرة قوي كانت داخلة، فرنسا وأمريكا وبريطانيا ومصر العادي اللوجيك يعني في أي صراع. بس الفكرة في حاجة، أنا استغربت أصلا من الموضوع دوت، ودخلت أبص عليها على جوجل عشان افتكرت إن هي كانت بتهلس. فرنسا كانت بتحارب ضد بريطانيا وأمريكا. فاللي هو ايه ده، انا مش فاهم، بس هو ده اللي حصل. فالروايه كده بتتكلم عن حاجات كتير قوي انا ما كنتش متوقع ان هي حصلت. انا بس عايز اوضح حاجه، ان انت خلي بالك ان انت بتاخد الموضوع من وجهه نظر شخص كان من الجنوب، انت ما خدتش وجهه النظر برضه من الشخص اللي كان في الشمال. فهي اكيد بقى تقعد تقول لك بقى ان كان في مجاز ومش عارف ايه. انا ما اعرفش حصلت ولا لا طبعا، بس ديت من وجهه نظر الكاتبه اللي كانت في الجنوب. اوكي، بس كبدايه كستارت في الموضوع ده هيبقى كويس يعني. كويس قوي، والروايه كانت لذيذه قوي. ده غير ان هي رخيصه طبعا يعني، عشان اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ المعرض التنميه؟ لا مين بتوع هيئه الهيئه العامه. اوكي. دي سلسله الجوائز صح؟ يا جماعه سلسله الجوائز تبقى موجوده مع الهيئه في المعارض بس، وبتبقى اكتر في معرض القاهره الدولي، ما بتبقاش موجوده بكام؟ في المكتبات مش دايما بتبقى موجوده. انا بروح ساعات المكتبات مش دايما بتبقى موجوده. ما هي الفكره بقى في ايه؟ الفكره ان انت تشوفي الحاجات اللي الناس ما بتحبهاش. نصف الشمس الصفراء ديت مفيش حد بياخدها، فهي محطوطه هناك فعلا. هو ماشي، بس انت ايوه بس هي فرصه في المعرض. بس انا بتكلم ان هي سلسله الجوائز بالذات فرصه ان انت تتجاب في المعرض، لان كتب كتير قوي بعد كده ببقى بدور عليها في المكتبه وما بلاقيش. انا في جنبي فرعين منهم فرع رئيسي. انا هقول اسماء عشان ما اقولش عليكم، بس انا هقعد شويه في سلسله الجوائز يعني. انا اشرح حاجات لسلسله الجوائز. في العم الصغير كويسه قوي، كازانوفا كانت لذيذه، بس هو القصه نفسها شخص زباله قوي، بس هي القصه كساب فيرينا هتجيبها تمام، حطيتها في لا الكتاب بالطول قصير فسخيف قوي. لا ما مش بعرف اقرا سلسله الجوائز. ماشي. وطبعا نصف شمس صفراء، نصف شمس صفراء كبير. ماريو ابو العباس كانت لطيفه، ريم بسيوني. اوكي ماشي، انت بتحبيها قوي. انا ممكن اقول الطنطوريه في الكاتيجوري ده. تمام، لازم. ممكن اقول سراج برضو، رضوى عاشور. ما كان لسه دلوقتي الكاتيجوري احنا اتكلمنا فيه ومفيش كتب. لا دلوقتي ماشي خلاص. هي عامه رضوى عاشور في الكاتيجوري ده جامده قوي يعني، جامده قوي قوي. مش هتكلم عنها
كتير لان احنا اصلا هزقنا الراجل، والراجل طلع معاه حق بصراحه، وكاتب مصادر تحت وانا اللي كنت مش عارف وما كنتش شفتها لان انا كنت مستغرب وانا بقرا الكتاب. هو كان في مصادر نتاسف للراجل. الحاجه الثانيه بقى على اعتاب غرناطه، الروايه دي بتتكلم عن المسلمين اللي كانوا في الاندلس والاحداث اللي حصلت معاهم وازاي حصلت لهم بقى المشاكل والقصص والحاجات اللي زي كده. وبجد كان انا سمعتها صوتي. الراجل اللي كان بيعمل الاداء الصوتي بصراحه على النص بتاعت ستوري تيل كان عظيم قوي. انا في حتت كنت بتاثر بيها قوي وهم بيتكلموا وازاي هيحاربوا وهيعملوا ايه والحاجات اللي زي كده. فبجد نصيحه جربوها. فانتازيا وخيال، هي مش فانتازيا، هي واقعيه سحريه. اوكي. ابناء حوره جماعه، الروايه مش تحفه، الروايه تحفه 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 تحفه. ممكن تقولي اسم الكاتب معاه الكتاب؟ عشان عبد الرحيم كمال السيناريست اصلا، اللي هو كاتب ونوس وكتب السنه اللي فاتت جزيره غمام وكتب مسلسلات كتير قوي. اوكي مش جماعه حاجه بس تمام. ابناء حوره الروايه هي بجد تحفه، هي مش طبيعيه. انا لو قلت حاجه هبقى بحرقها. هي فيها شخصيات كتير بس انت هتقول برضه لا مش هقول حاجه هتحرقها. انا بس بقول حاجه، هي فيها شخصيات كتير بس مش تحصل لخبطه، بس خلي جنبك ورقه وقلم تكتب بس الشخصيات وعلاقتهم ببعض. الدرجه انا هحبها، بس هي تحفه. بقول لك ايه هحبها ما دام في شخصيات وحاجات الناس. الروايه فيها كميه اسقاطات ورمزيات، حبيتها خلاص. تمام انا خلاص يا فيرا انا حبيتها. نفسي اقراها بس محروقه لي. مش بقول لك ايه، ايا كان حد حرق لك فيها ايه، الروايه فيها 20 مليون حاجه. انا ذات نفسي لو قعدت احكي ساعتين تقول لك خلاص اعتمدي انها ما اتحرقتش. انا ذات نفسي لو قعدت احكي ساعتين مش هحرق كل حاجه فيها. اوكي. انتوا عارفين دي الروايه الوحيده الروايه الوحيده اللي مليانه ستيكي نوتس، لدرجه ان بتاعه الستيكي نوتس خلصت وانا كنت لسه جايباها. ده انا معايا بتاعه ستيكي نوت بقى لها 6 سنين ما خلصتش، اللي هي التابس دي. ازاي ما خلصتش؟ والله هي كبيره. لا هي حلوه عادي يعني. انا ممكن ما بحطش كتير، ممكن يعني اكيد مش كتير بالنسبه انا لي. بخلص انا بحطش كتير اصلا. انا ما بحطش كتير، انا بحطش كتير، بس الروايه دي بالذات ده انا كمان لو ما خلص رحت اتعلمت على ابجد. يعني انا معلمه حاجات على ابجد ومعلمه فيها دي لو عندها عامله مراجعه شامله في الروايه مش هتعمل فيها كده. كده. فانا اكتشفت ان انا لسه ما نزلتش الريفيو بتاعها لحد دلوقتي اصلا. اكتب بقى على فكره فعلا الكتب اللي احنا بنحبها قوي ساعات بنتاخر جدا او ننسى حتى عشان بحس ان انا مش عايزه احط ريفيو حلو قوي فمش هعمل ريفيو. ممكن روايات هاديه تصنف ان انت بتقريها تحسها بهدوء وسلام من غير حزن. لا بحزن عادي طبعا صح. ممكن بقى انا ابدا حاجتين ارشحهم وبشده. روايه الديناصور للكاتب عمرو حسين. الروايه دي يا جماعه انا قاعده حاسه ببقى قاعده اللي هو انا يعني واقعه في حب جد مصطفى. فتى احلامي كمان 60 سنه. هو اساسا جد مصطفى راجل طلع على المعاش، هو دايما بيقعد هو واصحابه بيحكي، بس هو عشان بدا يكبر في السن وبيبقى خايف ينسى فكر ان هو يكتب كل القصص القديمه عارفها بتاع الرواق. بجد انت قاعده حاسه ان انت رجعتي للثمانينات والسبعينات، قاعده مستمتعه كده، حاجه هاديه ومش حزينه، وقاعده بجد انت حاسه بحب، طاقه حب كده ودفى تحفه كده. شوجر دادي وهدي السيكولاتي خالص وحاجه من لبس. لا ولا مش كنت لا يا جماعه انا قلت ان هو يعني فتى احلامي بعد 50 سنه. لسه قدامنا كتير. ايوه هو كمان يبقى عندها حاجه و70. الروايه الثانيه هي ايه ده بعد المعاش بشويه يعني هو بعد 40 سنه. ده ما بعد المعاش بحبه حلوين. الروايه الثانيه مقمره على شرف الليدي ميتسي. يا جماعه هي روايه اساسا بتدور احداثها في العشرينات، بس وانا بقرا الروايه انا مقتنعه انا قاعده في فيلم عربي ابيض في اسود قديم. فهي مقمره طول ما انا بقرا انا يعني انا شايفه انا قاعده في فيلم ابيض واسود قديم ومستمتعه. حاجه بجد مش كلاسيك، اللي هو حاجه انت قاعده في كوميونتي تاني. اوكي. وهاديه وحلوه وحزينه برضه في نفس الوقت. واساسا يعني هي الحاجه اللي بتجمع الابطال كلها هي الموت واحساس اللي هو خايف ان انت تفقد حد. ماشي. الكتاب اسمه ساعي بريد نيرودا. نيرودا دوت كاتب مشهور قوي، خد نوبل اصلا. وهو هدي دار المتوسط. بتشوفي كتاب كتير. حاسه ازرق كده وفي عجله. بس هو في عجله. في عجله وباين. ايوه هو المهم كمل بسرعه. لا ده المسكلياني المسكلينات. ماشي فهو الكتاب بيتكلم عن ساعي البريد اللي هو دوت كان طفل كان قرر ان هو يشتغل ساعي بريد، وكان بيتبسط قوي ان هو كل شويه رايح لنيرودا وجاي من عند نيرودا، لان نيرودا كل شويه بيعلمه حاجه. هو اصلا بيعلمه حاجه وبيقعدوا يتكلموا مع بعض ومش عارف ايه وحاجات زي كده. فتلاقوا بقى الشخص دوت وهو بيوصل ما بحقش والله، هو بيبدا ان هو يتعلم منه حاجه ورا حاجه ورا حاجه، وقد ايه هو بيبدا ان هو يحب نيرودا ده قوي. اوكي. القصه دي تحس
عارف ده فكرني بحته في لعبه الملاك او ايوه لما كانت بتروح له. ايوه تمام حلو. قولي يا فاطمه. هقول لك بصي، هي انا رشحتها قبل كده بس نفس الهدوء فعلا، واللي هو الله وانتي حاسه كده ان الدنيا هاديه. ماريو وابو العباس، القصه هاديه بس انتي مستمتعه، مش هاديه ممله. لا هاديه انتي حاسه بهدوء. والطفله ايمان هي فيها خطف وفيها كميه بشاعه، بس اللي هو انا مش عارفه مين اللي بقى توكسيك في البودكاست ده بصراحه. تحفه، اللي هو قصه هي مش قصه حب، هم ما كانوش فاضيين ان هم يحبوا بعض لان هما الاثنين كانوا مخطوفين واتقطع ايده اتباعوا كتير، حصل حاجات كتير، بس كل شويه يحيى وهو عمال. لما توصل لقراءات فيلو هتبقى اسوأ من فيلو. ده حقيقي. لان هي بتقول اتبعك الى العتمه لا ما فيهوش كآبه. فهي بقى لما نوصل لمستوى ان فاطمه نفسها بدات تقول ان هو وحش، دي كارثه ماشي. ده هيبقى الخرم الاسود. يا جماعه يحيى هما الاثنين كانوا متباعين تمام. بابا يحيى متباعين ازاي؟ اجر يحيى عبيد. احنا وصلنا لا بس مش زمان، عارفين عبيد دلوقتي ده كده يعني هما كانوا في السعوديه اتخطفوا، راحوا في السعوديه بعد كده. طب كان تجاره اعضاء حتى كانت تبقى بديهيه. لا تجاره حاجات تانية. بس وهي بتحاول توصلي مسج. لا هما فنجاني لا هما كانوا بيتأجروا عادي. القهوه اللي بتفور وشبابيك القهوه اللي كانوا بيتأجروا عادي ان هما يشحتوا في الطريق وكده. بس البنت ايمان ده هي اتباعت ان هي تتجوز واحد في باكستان. المهم مش كده، المهم بعد كده راحوا افغانستان. هي دي الهاديه، هي دي الهاديه حلوه. مش في كده الفكره ان كل شويه يحيى وهو بيحاول يحافظ عليها ويحاول ان هو يحاول ان هو يرجعها تاني السعوديه. بس حاول مره والله العظيم ان هو يرجعها السعوديه. بالراحه الكتب بس عشان ما تتقتلش. قفشهم هما الاثنين، قطع ايديه. بعد كده هل يحيى سكت؟ هي مبسوطه ليه وهي يا جماعه يحيى حاول تاني ان هو يعملها. هي حركه وقتل باباه وقتل مرات باباه. مين اللي قتل باباه؟ يحيى قتل باباه وقتل مرات باباه علشان يخرج ايمان. بابا ما ماتش وراح بلغ عنهم. هو قطع ايده الثانيه. حلقات الروايه كلها ما حدش هيقرا اكيد هو كنت كفكره اقراها يا جماعه. لا بس ده مش حرق ما تقلقيش. وبعدين انا اصلا حرقتها على تيك توك ما شفتهاش. والكاتب دخل كلمني. اما دخل كلامه غالبا سبلها. كاتب كيوت قوي. انا بس هي الروايه انا اصلا كنت عايزه ارشح روايه واخده جايزه نجيب محفوظ. ايوه والله انا كنت بقراها في المعرض وانا قاعده. كان معرض زايد للاطفال. انا خايفه كنت حاسه ان الله. بس يا فاطمه معرض زايد للاطفال؟ انت بتقري الروايه دي في معرض اطفال؟ انت بتقولي ايه؟ بس كملي انت يا طارق. خلاص انا سكتها. عنده مستشفى امراض عقليه، عندنا عيان 2. لا بس دي نفسيه. دي بدات دي ممكن يعني دكتور نفساني يتعامل معاها في مستشفى امراض عقليه. لا وتقول والله العظيم قصه يحيى وقصه ممكن اقول حاجه لا بجد كارثه. السنه الخليجي السنه اللي فاتت ايه؟ استنى بس. السنه الخليجي اللي بيتفرج علينا الفيديو اللي فات وانت عماله تقولي الناس اللي بتعيش دور الضحيه دي سيئه. ما هي دور ضحيه، هي كانت بتحاول تهرب بس ترجع تاني وتتخطف. يحاول تاني، التاني يحاول يهربها تتقطع ايده، يحاول يهربها تاني يحبسه. هو الجزار اللي انت معجبه بيه ده عادي؟ يعني الجزار عادي ودور الضحيه لا؟ ايوه ماشي. حاول. انا مقتنعه ان انت ما تعيش دور ضحيه. حاول. ده اسمه يوم الناس. هتاخد على قفاك مش مهم بس حاول. حاجه هي دلوقتي هو عايز يجوزها لواحد لا هو جوزها واتباعت خلاص. بس بعد كده حصل سطو مسلح على المكان لان هم. انا بس عايز افهم حاجه دلوقتي. هي دلوقتي متجوزه واحد وهي بتهرب منه وابوها بيقطع لها دراعها ورجليها. لا ده مش ابوها، ده ابو يحيى. ما هو بعد كده لما هربت مع يحيى، لما حصل سطو مسلح وقتل جوزها هربت معاه. ده عشقها ولا حاجه؟ لا يحيى ده كان مخطوف معاها بس طلع ان هو مش مخطوف، بس ده باباه اصلا هو اللي بيبيعه وبيأجره. فاطمه جاوب. لا هي اتريقت. انت ازاي سبتيها في هادي السايكوباتي فرشت لك الملايه ومعديه اللي بيقلع عبس اللي بيحصل ده؟ انا اعصابي وتعبت. تخيلي اعصابي انا اتوترت. هو ده في كاتيجوري الروايات الهاديه؟ كانت هاديه والله العظيم وانا خالص. كانت هاديه ازاي؟ كان في مزيكه بيتهوفن في الختام في الروايه. كل شويه يحيى وهو بيساعدها. لا يا لهوي على القمر. انا اعصابي انا هنكت والله. القمر بس في الموضوع الحبامي على الجمل. يحيى وهو ديك تتقطع قمر. لا وهو بيقطع ايد ابو البت.
مش قادره لا بجد، وانا اللي هو مستنياهم يتجوزوا. يا جماعه انا مش قادره، انا رجعت سندت تاني عشان خلاص انا يا عم قوم شوف الموبايلات عشان هي غالبا الموبايلات فصلت. انا اعصابي انهارت، الحجاره الصدم. انا اعصابي انهارت. كنا لسه انت طب عايزه ترشحي حاجه هاديه؟ سيبي ده على جنب. حاجه هاديه سيبي لحظه ممكن برضو كانت روايه واخده جايزه احنا نسينا نقولها في الجوائز. انا عارفه انها ما عجبتكيش قوي بس هي بصراحه ماي طيب قوي، منازل الامس. على فكره عجبتني بس الحته اللي الجزء كان فيه جزء كنت حاسه، بس انا بحب وصف المعاناه ده، انا بحبه جدا الصراحه. ايه وصف المعاناه؟ ما هو بيتكلم على عن الناس السوريين اللي سابوا سوريا وعاشوا في بلاد تانية. احساس الغربه. ايوه احساس الغربه، هي دي الكلمه الصراحه. اخر حاجه بقى عايزين نتكلم عنها، كاتب جديد او يعني مش لازم جديد يعني، بس كاتب انسان دي اول مره تقروا له واتفاجئتوا بيه. بالظبط. ماشي اتفضلي. انا عايزه ارشح حاجه بس اخيره بجد، عشان انا لو الحلقه دي قولي بسرعه. بس جماعه الجدار لنورة ناجي الروايه تحفه. انا يعني بص هو انا بجد توصلتوني، ما بحبكم لا شيزوفرينيا. حد يناديهم يا جماعه. مش كان لسه بيقولوا عيانه وممتازه. الجدار لنورة ناجي، انا بس عايزه اقول ان الروايه دي على المستوى الشخصي هي ساعدتني ان انا اواجه حاجه انا كنت بهرب منها بقالي كتير، وهي مش لاقيه كلمه تقال اكتر من انها جت طبطبت على قلبي كده وحضنتني. هي روايه حزينه، روايه بتتكلم عن اكيد حزينه مش انتي مرشحه. هي البطله اصلا عندها كانت عندها مشكله كبيره ان هي بتجمع صور واحداث ان حاجات الناس اللي بتتقتل والناس اللي بتعاني في جميع انحاء البلاد، وعندها جدار مليان بصور الناس دي وعارفه قصصهم واحده. هي اساسا شغاله في محطه اذاعيه، هي اللي بتطلع القصص دي وبتكتبها. فكره انجذاب البطله لكل الاحداث السوداويه دي وكل الحاجات، وان هي حاسه ان هي ما ينفعش تطلع بره الحزن ده او بره، يعني انا مش عايزه احرق حاجه في الروايه اكتر من كده، بس هي الروايه ماشي حلوه قوي. بحبها. كاتب بقى مصطفى منير. بجد بجد يعني انا عمري ما تخيلت ان انا في روايه هتوصل معايا ليفل تلاوات المحو ده. ان الروايه بجد انا بليفل قرايتي السريعه دي ان انا اقعد في روايه اسبوعين واقعد شهرين مش عارفه اتخطاها من كتر ما انا الحوارات لا برجع اقراها تاني وارجع عايز الحوارات تاني. كانت بيرفكت، كانت تحفه، كانت فيها كل حاجه انا ممكن ادور عليها في الروايه. وانا ممكن اقول ان انا ممكن اكره الكاتب لان انا بعد ما قرات روايته قعدت شهرين مش عارف اقرا. لا ما انت قاعد مستمتع، انت مش قاعد متضايق، انت قاعد ماشي عشان هو كان حلو قوي. لا انا اصل انا عارف فيرو، فهو ممكن يكون كان زباله قوي. لا سيبك من فيرو، لا سيبك من فيرو يعني خالص. ما تقيسهاش كده. لا هي ما دام قالت عليه حلو يبقى هو كان، بس انا عارفه اللي الكاتب اللي بتتكلم عليه انا متفق معاه. هو كتابته وتلوات بالذات احلى بكتير قوي من كمان. ما انا لسه ما اتفضلي يا فاطمه. هجيبها لك المره الجايه اما اخلص قولي ايه. اتفضلي يا فاطمه. شكرا. هديت دلوقتي. هو احنا قلنا عليه قبل كده حمور زياده، وبسمه العنزي دي تحفه. انا كتبت ايه اللي هي حذاء اسود على الرصيف، وليها مجموعه قصصيه تانية. انا لقيت ريفيو لكتاب ليها وانا بشتريه، انه جماعه لو حد ما قرألهاش يبقى هو ما قرأش في حياته. الكتاب انا اشتريته، هو اصلا مكتوب من 2014. تخيل الكتاب من 2014 واحنا في 2023 وتنبهر من الاسلوب لسه، وتنبهر من انه من طريقتها، وتحس ان هي تحفه بطريقه بشعه. تحفه بطريقه بشعه، ده وصف غريب قوي. ممكن بس اقول حاجه، انا عندي انا امتى رشحت لك كتاب كان زباله عشان تقول الليفل بتاع لا انا الزباله اللي هو سوداوي يعني. لا هو بس سوداوي مش زباله. هو سوداوي دي وصف حاجه والزباله ده حاجه ثانيه بالنسبه للفيرو. لا انا قصدي اللي هو يعني الزباله اللي هو تحت قوي. انت لا هو انت عارف اللي هو الدرك عارفه الدرك الاسود لا الاسود كمان. يلا انت قلتي مصطفى، انا كنت هقوله بغض النظر ان انا كما يليق عندي تعليقات كتير قوي عليه، بس كاسلوب كتابه لا هو بصراحه هايل. انا ممكن اقول ماهر عبد الحميد اللي كاتب كتاب أزمة التعلق، لان ده الكتاب الاول ليه، ده اللي انا اكتشفته، هو ما كتبش اي حاجه قبل كده، فطبعا ده كستارت تحفه. تمام. بعد اللي هم قالوه ده انا اللي انا بقوله ده غالبا ممكن يكون طفل صغير بدا يكتب امبارح، بس هو بجد الراجل ده الكتب بتاعته بتساعدني قوي لانها خفيفه ولذيذه، وفي نفس الوقت هي شفته كده مثلا زي عمرو عبد الحميد او الحاجات اللي زي كده، بس هو بقى مش واخدها في سكه الناس الكليشيه اللي بتكتب حاجات رخمه. مش مسطحه. ايوه بالظبط. يعني هي
ايه ده ما عملتيش كده ليه؟ عملت كده يعني كده بس ما مدتش ايديها لحد عشان الحق. ما حطاش في عينيا كل ما ماشي. هو الليفل بتاعه حلو، ده غير ان هي الموضوع اللي هو بيتكلم فيه بيبقى موضوع حلو وبيتكلم فيه بطريقه لذيذه وبسيطه. طب بس ريكومند الموضوع حاجه ليه نفسه، طيب؟ ما انا هريكومند كتابين. ماشي. اهو ايه اسم الكاتب الاول؟ قالوا لا ما قالوش. ما قلتش كمان؟ اوكي مش قول تمام. اسم الكاتب. فهو الكاتب اسمه احمد محمد زويل. ماشي الكاتب دوت بينشر اصلا تبع دار الكنزي. اوكي. وفي ايه؟ انا مش عارفه الكاتب ولا الدار، اول مره لا بس هو اتكلم عليها قبل كده، هو اتكلم أنا عليها قبل فاكرة، كده. تمام ماشي. فاول حاجه ارشحها هي ويسكي، وهي بتتكلم ايه اللي ممكن يحصل لما الناس كلها تبدا تنساك. انت عايش وموجود والدنيا زي الفل، بس بتحصل لعنه معينه بتخلي الناس واحد ورا التاني يبدا ينساك. امك، اخواتك، صحابك، ممكن حبيبتك اللي انت بتحبها، والناس اللي كانت بتقرا لك الكتب بتاعتك لان انت كاتب عظيم جدا. كل الناس دي بدات تنساك خالص، وتبداي بقى تشوفي معاه الحياه كانك بتتمحي وانت عايش. اوكي. بس دي فكره صايعه قوي يعني. عشان كده بقول ممكن لكم بقى أقراها. الفكره في كده، اللي هو اسلوبه بسيط يعني، مش اللي هيبهدل الدنيا، بس أوكي. هو بياخد مواضيع حلوه. انا عجبتني. تمام. والتانية اسمها ظلال اماديو، هي بتتكلم عن قصه متمحوره حوالين دار ايتام. تمام. اوكي. هتشوفوا بقى مين بيعمل ايه ومين كان فيها وبعد كده ما بقاش فيها، ومين اللي عملها وعملها ليه، وهل هدفه منطقي، طب هو كان عاملها لغرض صالح ولا لا، طب الناس اللي كانت جوه ديت حياتها كانت عامله ازاي، ولما خرجت ايه اللي حصل لهم وحاجات زي كده. فديت برضو كانت عظيمه قوي. لو هرشح واحده بس منهم تجيبوها الاول احسن من الثانيه، ويسكي كانت احلى بكتير. انا عجباني فكرة ويسكي دي خالص. انا كنت جايبها ب5 جنيه اصليه. بجد؟ لان هو غالبا دار الكنزي ما بتسواش كويس، فهو باين ما بيبيعش، لان انا بلاقي الريفيوز عنده على جود ريدز 5 و10 و15 وحاجات كده. فغالبا هم كتب ده في لما ما الشارع. تحطش انا budget رحت للإنفلونسر. لقيتها انا رحت لقيتها في الشاف على فرشه من الفرشات ب5 جنيه. افتح الروايه الاقيها اصليه 5 جنيه. اوكي تحفه. اوكي نايس. خليها في تبس اند تريكس المعرض بقى. وعلى فكره معلش، لا هي الدار كمان اسعارها السنه اللي فاتت كانت كويسه. كنت لسه اقول لك انا اللي اعرفه عن الدار دي ان اصلا اسعارها يعني معقوله جدا يعني. ظلال الامازون انا جبتها من الدار في المعرض، انا جبتها ب 45 جنيه. ما انا كنت فهي متذكره حاجه أسعار زي كويسة. كده. بالظبط. ممكن اقول حاجه بقى؟ لا في نهايه الحلقه. ايوه اوكي ماشي. خلاص يا جماعه احنا كان نفسنا نطول اكتر من كده، بس يعني هنتشتم انا مش عارفه نطول اكتر من مش كده. عارفه. لو وصلتوا لاخر الحلقه فشكرا ليكم ان انتوا اتفرجتوا على الحلقه كامله، ويا رب تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا بكل الترشيحات دي. ما تنسوش بقى سؤال الحلقه، رشحوا لنا كتب انتوا قريتوها وشايفين ان هي فعلا اندر ريتد وان هي تستحق القرايه، او حتى لو هي معروفه، وقولوا يا جماعه لنا. بالله عليكم بتصدموا فيه برضه. اندر ريتد عشان انا بلاقي حاجات غريبه في الكومنتات. يعني ممكن الاقي حد يقول لي مثلا في ممرض في ايران تحت، ما هي دي مش اندر ريتد. 36 طبعا ما شاء الله. يعني مش اندر ريتد. ربنا يبقى اندر ريتد زيها. يا ريت. وقولوا لنا مين الكتاب اللي اكتشفتوهم السنه دي وعجبوكوا، وسيحوا براحتكم على الروايات المفضله. ولا ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وشير وكل حاجه. وطبعا اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت واستنوا الحلقات الجايه وبصوا على المصادر. لو عايزين تشوفوا ترشيحات روايات نفسيه، عشان احنا ما قلناش المره دي كتب روايات نفسيه، هتلاقوها في الحلقه بتاعت الحلقه اللي قبل اللي فاتت اللي هي رحله الروايات النفسيه. روايات مهمه وبرده اترشحت حاجات عجبانا كلنا، بس برده ما قلناهاش الحلقه دي عشان قلناها قبل كده في حلقه الروايات المهمه. روايات ولا كتب؟ ايوه. باي باي.